الحمد لله. اللهم لك الحمد، لا أذكر منك إلا الجميل، ولا أرى منك إلا التفضيل. خيرك لي شامل، وصنعك لي كامل، فلك الحمد حمدا متواليا متواترا متسقا متسعا مستوثقا، يدوم بدوامك ولا يبيد أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي أوقاتكم، كل خير وصحة وعافية يا رب. كيفكم جميعا؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. بعد الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، خلونا نبدأ هالفيديو مباشرة أنا وياكم. وإذا كنتي جديدة على القناة لا تنسي تشتركي بالقناة وتفعلي زر الجرس لتوصلكم فيديوهاتي أول بأول. وهون يا صبايا رح تستغربوا يمكن إنه هذا الفيديو صار له وقت منيح، بس يعني ما صار عندي وقت إني نزله. أنا مجهزته ومزبطه وخالصه يعني من زمان، بس عن جد صبايا ما عندي وقت إني نزله. بدي منتجه بقيان عندي، بس الصوت والله ما عم بفضل إني نزله صوت، تصدقوا؟ يعني سبحان الله، ما بعرف هيك كيف الحياة عم تشغلنا، الوقت، المدرسة، الأولاد. فعن جد يعني بحس حالي كتير أوقات هيك بقصر على القناة، وأوقات بيجيني همة ونشاط إني خلص يوم أي يوم لا بنزل وهيك. ايه والله، فهي الفترة كنت شوي مشغولة، واليوم لحتى فضيت إني خلص بدي نزل الفيديو يعني. هلا هون كنت عم صور لكم يا صبايا يوم اللي طلعنا من حلب. آخر فيديو نزلت لكم إياه كنت بحلب بيوم ذكرى تحرير سوريا. هلا هذا الفيديو يعني صورت لكم من يوم اللي جينا من حلب وانتوا جايين. ايه والله يا صبايا، فكان من يوم الاثنين، عرفتوا التنين بالليل وقت جينا، لاني تاني يوم كان عندي دوام. صبايا عن جد يعني تقريبا ضلينا ساعة كاملة واقفين. هون عم صور لكم كيف الطيارات عم تصور وهيك. كتير 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 كان الأجواء حلوة، وبنفس الوقت كان زحمة ما طبيعية. يعني نحن بس على دوار الموت اللي بيعرف بحلب، يعني مشان نطلع من حلب تقريبا ساعة كاملة واقفين عم نستنى. السيارات ما تمشي ما تتحرك يعني عن جد زحمة زحمة فوق الوصف. هلا هون نحن رايحين باتجاه انه سرمدة يعني، فعم صور لكم تشوفوا الطريق. الطرف الثاني اللي جايين على حلب، الناس اللي جايين على حلب، يعني زحمة فوق الوصف فوق الخيال، ما طبيعية. طلعوا يعني السيارات لوين لسه يعني اكتر اكتر بكتير. فعن جد ما شاء الله كان كتير زحمة، بتحسوا الناس كلها جاية على حلب. وبس طلعتوا من حلب بصير هيك يعني الطريق فاضي وطبيعي، يعني بعد ما تقطعوا هالمسافة هي. اي والله يا صبايا، عن جد كانت الأجواء كتير كتير حلوة، والحمد لله رب العالمين. الله يديم الأمن والأمان علينا وعليكم وعلى جميع بلاد المسلمين يا رب. وهلأ بدي تحكولي كيف الأجواء عندكم. نحن عنا الجو يعني برد ما طبيعي فوق الوصف. اي والله يا صبايا. وعن جد صبايا يعني هون بسوريا مثلا بتشغلي الصوبة بغرفة واحدة، تدفى الغرفة مثلا، تطلعي لبرا بيكون بوز، بيكون معنى الكلمة برا الغرفة يعني. فعن جد شقد يعني حابة انه يكون عنا صفاجات مثل وقت كنا بتركيا، كنا نشغل كل البيت تدفئة مركزية يعني غير شكل. هون عن جد يعني كتير صعب، يعني بتطلعي من الغرفة بتحسي حالك طالعة هيك على المحيط المتجمد، برودة برودة ما طبيعية يعني بوز. ايه فسبحان الله، يعني انا لو بايدي اركب مباشرة. وهلا هون يا صبايا كنت عم صور لكم بالمطبخ، اجى النجار اللي بيعمل خزن يعني. فعن جد سبحان الله كتير عم يتعسر تقولوا تركيب هالخزن. يعني شفتوا نحن مركبينهم بس لسه في كان شغل فيهم ناقص ما زابط لبين ما زبطون وهيك. وبعد شهر تقريبا لحتى اجا وقت اجا انقطعت الكهرباء وتعسرت كمان. هلا هون عم صور لكم الخزن لسه مو منظفات ابدا، يعني اللي ركبهم جديد. ركب لي هي الخزانه مثل ما حكيت لكم، هي الخزانه الجديده ركبها. انه نحن كنا بدنا نزيح الخزانه هديك مشان اللهم صل على سيدنا محمد، مشان نركب الشفاط، عرفتوا؟ ايه فركب لي هاي الخزانة. ومع هيك يعني ما كمل كل شغله. رجع اجا اليوم، انا عم سجل لكم هلا هذا الفيديو، اجا اليوم بهذا اليوم كمان ليكمل شغله، ركب شوي كمان قطعت الكهرباء، والمسقى يمكن اللي عنده او اللي بيشتغل فيه يعني ما في شحن، فكمان تأجل. وهيك ولنشوف لأيمت بده يخلص مطبخي. كل مرة بيضرب له ضربة وبيروح، والمطبخ يا صبايا عم يعني كيف بدي اقول لكم عم ينشح عن جد. الغبرة تبع الخزن، الهرارة تبعية النشارة، يعني كتير كتير عن جد عم يتوسخ. بننظف بيرجع بعيد وهادو مثله.
وبهذا اليوم يا صبايا صورت لكم كان يوم العطلة، فكنت ناوية اني اعمل حوسة نظيفة للبيت. فقت من الصبح كان يوم جمعة. اللهم صل على سيدنا محمد. فكنت مقررة اني اعمل لي هيك حوسة نظيفة. كانوا اهلي بحلب، يعني ماما واخواتي، بس بابا لا، كان هون عندي. طلع الصبح بابا، عملت قهوة وهو راح على حلب مشان يجيب امي، وانا قمت بقى لساوي البيت وهيك نظفه تنظيفة مرتبة. صبايا سبحان الله، يعني اوقات الانسان بتجي عليه فترة بتحسوا بفتور هيك، يعني او كيف بدي اقول لكم اياها، يعني بتحسوا حالكم انه ما بدكم تشتغلوا شيء او ما جاي على بالكم تشتغلوا شيء بالبيت. فعن جد يعني اوقات تجيني هي الفترة، بس بعدها يعني بقوم على البيت فرد قومة. يعني بحس حالي ما بقى بعرف من وين بدي بلش، من وين بدي نظف. يعني بقوم البيت كله مع بعضه. فهمتوا علي؟ عن جد هيك بصير معي. فأنا بالفترة الماضية يعني كنت ملتهية من جهة بالمدرسة، وكان بأيام التحرير عنا يعني كتير كتير ضغط بالمدرسة، وبعدها كمان فورا رحت على حلب. تعرفوا انتو يعني هيك منه تغيير جو يعني إلنا، ونكسب الأيام الحلوة. فسبحان الله يعني صار تراكم. حسيت فوقت جيت يعني يوم الجمعة، وقت اجاني يوم العطلة مباشرة خلص يعني بدي نظف، بدي ما بقى أعرف من وين بدي بلش ببيتي. فلحتى أشتغل وأنا رايقة، قمت أول شي فنجان قهوة هيك رواق عكيف كيفكن، وبعدين بلشت بالبيت. وهذا الفيديو يا صبايا بدي أحكي لكم فيه عن موضوع عم فكر فيه لسه، فبدي تعطوني رأيكم بالتعليقات. حابة أغير اسم قناتي بصراحة. ما بعرف لسه، هيك عم فكر يعني. حابة إني أعمله سيريال لايف أو سيريال لايف ستايل، يعني إنه أعمله بالإنجليزي أو بالعربي ما بتفرق يعني، بس إنه حابة أغير اسم القناة. ما بعرف انتوا شو بتقترحوا علي. سبحان الله يا صبايا، من اول يوم عملت فيه قناتي ما كنت مقتنعة ابدا بالاسم. هلا مو كاسمي انا ماني مقتنعة، لا انا كثير بحب اسمي. بس انه كيف بدي اقول انه يارا هوم، هي كلمة هوم ما كنت مقتنعة فيها. ف يعني سبحان الله من يومين هيك فكرت بالموضوع، فخطر على بالي هذا الاسم. فبدي منكم تكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بهذا الموضوع. فأنا عم فكر إما مثل ما قلت لكم سيريان لايف أو سيريان لايف ستايل، إنه يعني اسم مختلف كليا. فما بعرف شو رأيكم انتو. رأيكم بهمني كتير، ورح أمشي على رأي الأكترية. وهلا يا صبايا هون رح تشوفوا فنجان القهوة مختلف، ومصورته من كل الاتجاهات وكل الزوايا وكل يعني زوايا البيت. عن جد يعني هيك ما بعرف، صار لي مرة أصور بهذا اليوم. شوفوا هلا فنجان القهوة اللي عملته من شوي، بعد ما عملته جهزته. فمثل ما قلت لكم بابا كان لسه ما شربان قهوة، فحطيت له يا شرب. هو على أساس أول شي ما بده يشرب قهوة، فبعدين وقت هيك عملته وظبطته أنا وهالمنظر الحلو، قام قال لي يلا هاتي لأشرب. قمت حطيت له إياه، ما خجلته. ورحت رجعت عملت فنجان قهوة تاني بعد ما طلع هو تيسر. ايه والله. فهون صورت لكم هذا فنجان القهوة. هلا يمكن تقولوا على هالمراء وعلى هالبرود، يعني عندك كل هالحوسة وكل هالشغل وقاعدة عم تصوري وفنجان قهوة وهيك. فعن جد يعني حتى لو كنتي مضغوطة كتير، معلش اعطي لحالك هيك فرصة راحة. اعطي لحالك كيف بدي اقول لكم، يعني اعملي لحالك شي حلو اول ما تبلشي يومك. ما بعرف انا هيك بحب، حتى لو شو ما كان عندي لازم اشرب فنجان قهوة الصبح وروق، وبعدين قوم على شغلي وعلى بيتي وعلى كل شيء. بتجيني بعض الانتقادات من الأقارب أو الأقرباء يعني. فمثل أمي مثلا يعني، فبتقولي لك بنتي الواحد بيكون عنده حوسة، يعني ما بيكون له مرق يشرب قهوة، بيقوم بيخلص شغلاته وأموره وهيك، وبعدين بحطه بيقعد بيشرب قهوة. أنا ما بفكر هيك. أنا بقول لحالي ليش يعني بروق على 24، وبعدين بقوم يعني بحوس البيت. الحوسة ما رح تهرب، والمشاوير اللي بدك تروحيها ما رح تهرب كمان. وشو ما كان عندك ها بيستناكي، يعني ما بيتأجل، لا تخافي ما بيتأخر. ايه فخلصي امورك وروقي وبعدين قومي. وهون يا صبايا عم باخذ لكم لقطة من كل شغلة عم بشتغلها. فمسحت الخزن الجدد اللي جابون ورتبتهم. هون كمان هيك كنت عم رتب الجري، عم طبق الجري يعني. بعدين اللهم صل على سيدنا محمد، بعد ما طبقت الجري طلعت بقى شغلة شغلة. هون هيك عم صور لكم من قلب الخزن لقطات، لقطة لقطة يعني من كل تطبيقة، كل شغلة يعني. لأني أنا كتير بحب هذا الموضوع، كتير بحب وقت أتفرج على صبية هي عم تحوس وتنظف وهيك، فبحس حالي هيك باخد طاقة وبقوم يلا بدي بلش بقى بحوسة بيتي. بس ما بحب صراحة أصور كتير مقاطع التنظيف،
لأني يعني بحس حالي ما بعرف، يعني بتلبك مقاطع التنظيف، ما بعرف هيك صور يعني أنا وعم حوس وأنا وعم نظف وهيك، عرفتوا؟ لا يعني بحب أخذ هيك لقطات صغيرة كتير تكون مشان أخذ راحتي بالتنظيف، يعني أقل منها. ايه والله يا صبايا. فهون هي الغرفة أول شي رتبتها مثل ما شفتوا، خلصتها وكنستها. مكنستي الكهرباء قلت لكم كانت عطلانة، ما بعرف إذا قلت لكم يعني، بس ما ضل حدا ما قلت له. ايه والله يا صبايا. فالمهم صلحتها الحمد لله رب العالمين، وهلا اشتغلت. ايه فيعني المكنسة بالبيت عن جد عن جد ما في احسن منها. ايدي التانية صدقا يا صبايا، لسه ايدي التالتة الجلاية. فادعوا لي يعني كمان بدي اجيب جلاية باذن الله تعالى. فالمهم يا صبايا هون خلصت الغرفة هي وهيك رتبتها على 24، وبعدين انتقلت للغرفة اللي بعدها، وبعدين كمان صورت لكم شوي برا بجنينة. يعني هلا الجناين يعني يمكن تقولوا انتم انه لسه مو مزبطين او يعني مو حلوين مو مبينين وهيك، بس عن جد انا لقيتهم كتير حلوات. بكفي انك تفتحي الباب الصبح هيك في جنينة تقعدي فيها، حتى لو هيك تحطي كرسي وتقعدي ان شاء الله شوي شوي لقدام بيتظبط كله وبيصير. ايه فبالطوابق بالشقة يعني بتلاقوا ما في غير هالبلكونة مثلا، بينما هون سبحان الله يعني الأولاد بيلعبوا على راحتهم بالماتور بالمسكليت. فعن جد كتير حلو يعني. الحمد لله رب العالمين على جميع نعمه. يعني رب العالمين ما بياخد شي منا إلا يعطينا أحسن منه. ألف الحمد لله رب العالمين. وقد ما حمدنا الله قليل عن جد. يعني دائما نذكر ونتحمد رب العالمين على أبسط النعم، لأني قد ما كنا شايفين إحنا بسيطة، بس هي عن جد نعمة عظيمة بتكون. الحمد لله رب العالمين. هون يا صبايا كنت عم رتب غرفة النوم مثل ما انكم شايفين، فكانت عن جد حوسة وتنظيف كتير مرتبة للبيت يعني. حتى الغبرة مسحتها، في كتير لقطات أنا ما صورتها طبعا، يعني مثل ما قلت لكم ما باخد راحتي كتير بالشغل يعني بعدين. فالحمد لله رب العالمين الحرامات كلها نشرتها هيك هويتهم. فيعني عملت حوسة على كيف كيفكم. وإذا لساتكم معي لهون لا تنسوا تصلوا على سيدنا محمد، تكتبوا لي بالتعليقات اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ولا تنسوا تعطوني رأيكم بالموضوع اللي حكينا فيه، إنه شو رأيكم بتغيير الاسم أو لا خليه على حاله. وكمان بدي رحب بالصبايا اللي جايين جديد وعم تكتبوا لي، في صبايا من الأردن، في من المغرب. فعن جد يعني أهلا وسهلا فيكم بقناتي، وكتير مبسوطة فيكم. الحمد لله رب العالمين. شوي شوي قناتي عم تكبر وعيلتي عم تكبر فيكم انتو. فألف الحمد لله رب العالمين. هون يا صبايا مثل ما انكم شايفين هذا ال اللهم صل على سيدنا محمد، المسبل اللي شايفينه عن جد صبايا كتير كتير بدفي. هلا الصراحة كنت ما عم بسخن يتغطى فيه يعني مشان ما ينتزع. ايه مشان ما اغسله يعني عشان يضل هيك جديد ومرتب. بس بعدين قلت يا بنت لا خلص يعني استخدميه شوي، يعني ما رح نجيب غيره. ايه والله يا صبايا. فعن جد كتير كتير بدفي وكتير حلو، ريشه كتير ناعم او الفرو له يعني. وهون يا صبايا كنت عم رتب مثل ما انكم شايفين غرفة النوم وراح خلصها تقريبا. هلا انا كل شوي بوقف الصوت وبرجع بشغله اذا منتبهين يعني، لاني اولادي واحد بيدخل واحد بيطلع، واحد بيجي واحد بيروح، بيحكوا لهم كلمة وبيروحوا على هادو مثله. هون اهم شي زبط لكم الوردات يعني. فاليوم عندي اخي جاي زاير عندي، صار له يومين اجى لعندي، لاني مثل ما قلت لكم سبحان الله يعني ما عم يتركوني لحالي ابدا. الحمد لله رب العالمين، الله يخلي لي اياهم يا رب. فاللي بيروح بيجي بداله مباشرة بيجي لعندي، او انا بروح لعندهم او انا بروح عند اهلي وهيك. يعني الحمد لله رب العالمين مقضينا كتير متسلية معهم. وسبحان الله صبايا يعني هيك بتحسي وقتك مليان يعني، خصوصي الوحدة بغيبة زوجها بتحس هيك يعني بالإحباط بالملل أوقات أو هيك. فلا الحمد لله بيحاولوا إنه يعبوا لي وقتي، الله يخلي لي إياهم يا رب ويديمهم بحياتي. وهون كمان شغلت على وجبة الغسيل. وهون بقى يا صبايا طلعت لخلص الجنينات، ولهون بيكون خلص شغلي لهذا اليوم او حوستي يعني. الحمد لله رب العالمين. هلا هون مثل ما انكم شايفين صبايا البلاط كتير تعبان، حكيت لكم انا بالفيديوهات الماضيه. بده يا اما جلي يا اما تغيير. هلا بتوقع هاي الجنينه ما رح اغير لها يعني، بس جلي يعني نعمل له جلي. والجنينه التانية اكيد بدها حل يعني، لاني صاير حتى الزريقه اللي فيها كلها قالعه، فبدها شغل كتير يعني. ايه والله. وهيك يا صبايا مثل ما انكم شايفين تقريبا خلصنا شغلاتنا، وما في احلى من النظافة. عن جد يعني منظر المي بالارض لحاله بكفي. والحمد لله رب العالمين مثل ما قلت لكم صار في مجال للاولاد للعب
كتير يعني هيك في راحة نفسية يعني بهالموضوع. يعني بالشقة وقت بتكون شقة صغيرة يعني عن جد الولاد بينقصروا كتير، ما بيعرفوا وين بدهم يلعبوا. وهلا هو مثل ما انكم شايفين طلعت على الجنينة التانية. مثل ما قلت لكم شوفوا شلون الأرض عندي كتير يعني الأرض تعبانة، فبدها أما بلاط أو ما بعرف يعني شلون رح نظبطها لبعدين. وهون يا صبايا تقريبا خلص الفيديو. إذا كنتم متابعيني من قبل حطوا لايك واكتبوا لي تعليق حلو، وإذا كنتوا جدد على القناة اكتبوا لي كمان من وين عم تتابعوني. ولهون خلص الفيديو معكم وصار بدها رواق وطنجرة أندومي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بحبكم كتير، سلام.